نبدأ بسم الله نعمل الفكرة الجميلة. النهاردة هنعملها من القارورة الحجم المتوسط. هنقطعها كده بالقطر على جزئين. انا هحتاج الجزئين، يعني هنشيل الجزء اللي زي القمع اللي فوق عند بق الازازة ده، والجزء المتبقي هقسمه على جزئين متساويين. انا كده بشيل الجزء اللي عند بق الازازة اللي هو القمع اللي جاي بومبي ده، هشيله خالص. وبكده بقى عندي جزئين اللي هما دول اللي انا هعمل بيهم الفكرة بتاعت النهاردة. هبدأ بقى اساوي الاحرف بتاعتهم بالمقص واظبطها كده. وبعد كده استخدمت بقى قطعة كرتون على قد القاعدة دي، هستخدمها للجزء اللي هو مفتوح من الناحيتين. هغلفها بالقماش، وده علشان هعمل لها قاعدة. هنغلف الجزء الاولاني بالشكل ده، يعني وش منها هغلفه وهتني القماش على جوه بالطريقة دي. وبعد كده هنزل بقطعة قماش على الجزء المتبقي ده، واقوم شايله الزياده كلها بالمقص. وبكده هبقى غلفتها الوش والظهر بشكل كويس ومرتب. هبتدي بقى احط حواليها كده شمع كميه كويسه، وبعد كده هنزل بجزء الازازه اللي انا عارفاه مفتوح من الناحيتين ده، هنزل بيه بالشكل ده وهثبته كده. عملنا لها قاعده. هنبدا بقى على الحرف التاني اللي هو قصاد القاعده، اللي هو بقى الجزء المفتوح على الحرف بالظبط. هثبت قطعه قماش حوالين داير وهدخلها لجوه، وهثبت قطعة قماش من جوه كده على قد القاعدة، بحيث ان انا عملت لها كفر داخلي بشكل مظبوط. هنا بقى هنعمل لها الكفر الخارجي. همشي برضو على الاحرف بالظبط كده بقطعة القماشة، احط الشمع واشد القماشة على الاحرف كلها. انا طبعا مسرعة الفيديو شوية، بس انا بعمل الشغل ده بالراحة جدا عشان يطلع معايا مظبوط. هبتدي بقى اظبط الجنبين على بعض، الطرف ده مع الطرف ده هثبته كده على القاعدة علشان اقدر الزق عليه الجنب التاني. هحط بقى الشمع بالطريقة دي وابتدي الزق عليه الطرف التاني بالراحة برضو كده وبشكل مظبوط، واقوم شادة القماش كويس بحيث ان الفينش معايا يطلع في الاخر حلو. كل طبعا القماش الزيادة اللي احنا شايفينه ده هنلزقه على القاعدة. خلي بالكم القماش هيدي متانة جدا للقارورة، وهيديها شكل كويس وهيديها قوة. والقماشة دي اهو احنا بننزل بيها على القاعدة، يعني ما حدش يفكر ان القاعدة دي هتبقى مش متينة او مش هتبقى ثابتة، لا ده هي القاعدة هتبقى ثابتة جدا جدا. بص القماشة اللي انا بتنيها عليها دي هتثبتها جدا، ولسه في قطعة قماش كمان هنحطها عليها على القاعدة من بره. انا ماشية معاكم خطوة بخطوة عشان تعرفوا طريقة التغليف بخطواتها المظبوطة. هننزل بقى بقطعة القماشة دي على القاعدة من بره كده بعد ما حطينا الشمع، وبالمقص هنمشي على الاحرف بالظبط. هنشيل الزيادة بالراحة كده. طبعا القماش مش هينسل لان احنا اصلا لازقينه بالشمع، الشمع بيمنع اي تنسيل. هنشيل بقى بالراحة كده بالمقص زي ما قلنا لحد ما نخلص الزيادات كلها. كده ظبطناها غلفناها من جوه ومن بره. بصوا الشكل تحفة ومظبوط جدا لان الخطوات اللي احنا عملناها ترتيبها مظبوط. ده شريط تزيين بقى او اي شريط كده لون تاني علشان اكسر اللون الابيض في اسود اللي انا عاملاه ده. حطيت لها شريط في النص كده اداها منظر تحفة. الخطوة دي اختيارية انما هي في الشكل يعني مهمة جدا جميلة. ممكن كمان تستبدليها باي شريط متاح عندك، حتى لو كلفة هتبقى حلوة جدا. الجزء التاني هنعمله بنفس الطريقة. انا مسرعة الجزء ده جدا علشان هو نفس الطريقة بالظبط اللي غلفنا بيها الجزء الاول. هعمله بنفس الطريقة وبنفس الالوان وكل حاجة. انا عاوزة الجزئين دول يبقوا زي بعض بالظبط. بجد الفكرة يعني عملية وجميلة جدا جدا وموفرة كمان. او هنزل بقى بالشمع على القاعدة كده نفس الفكرة ونفس الطريقة بالظبط، واقوم نازلة عليها بالقطعة القماش للقاعدة الخارجية، ونشيل زيادة بالمقص، ونحط برضو الشريط التركواز اللي انا استخدمته اهو، قست المحيط بتاعها، وهبدأ اثبته بالشكل ده. بصوا انا الجزء ده سرعته لكم في دقيقة واحدة.
لانه يعتبر نفس الطريقة علشان ما اطولش عليكم. كده انا معايا الجزئين اهم زي بعض. بصوا جمال اصلا شكلهم لوحدهم، يعني ممكن نكتفي بالفكرة لحد هنا لو انت عاوزة تعملي منظمات. انا بقى استخدمت الجزئين دول، استخدمت عصيان بلاستيك. انت ممكن تستبدلي العصيان دي لو مش متاحة عندك، تستبدليها بعصاية مقشة او عصيان خشب. اهم حاجة 3 عصيان مقاس واحد. ممكن كمان ماسورة ستارة، النوع الرخيص الخفيف ده، تجيبيه من عند اي موان وتجيبي ال3 مقاسات قد بعض، تخليه قصهم لك، مش هتكلفك مثلا على بعضها كده 25 جنيه 30 جنيه بالكتير. وهبدأ بعد ما لزقت العصيان دي على ال الاجزاء اللي انا عملتها من القارورة دي، لزقتها بالشمع الاول عشان اثبت مكانها. هبتدي بقى اربطها بالقفيز البلاستيك. القفيز ده قوي جدا جدا واستحالة يتفك، وانا كمان بشده بقرص عليها جدا علشان خاطر ما تتحتحش من مكانها. بعمل فتحتين بالكاوية زي ما انتوا شايفين. الكاوية دي البديل بيها ان انت ممكن تعملي مفك متسخن على النار وتعملي خرمين برضو او فتحتين، وهعدي منها القفيز بالشكل ده. ال3 عصيان هثبتهم بنفس الطريقة، نعمل خرمين كده ونثبت بالقفيز. والجزء التاني من القارورة هبتدي اظبطه من فوق اهو، هظبط المقاس بتاعه كده. انا منيماها كده بالعرض علشان اقدر اتحكم فيها. ونشد القفيز برضو ونشيل الزيادة خالص، ما نخليش فيه اي زيادة خالص، اصلا حتى مش بيدي منظر وحش، لا بيدي منظر منظم جدا. وبصراحة في شغله خفيف قوي وسهل وبينجز معايا جدا. اهو عملنا منظم. دي فكرة ليه ممكن تعمليها للاستخدام اليومي كده في المطبخ، عشان معظمنا مش بيشيل الحاجات البصل والثوم والبطاطس في المطبخ، لان المطابخ يعني معظمها بتبقى تهويتها مش قد كده، فبنحط كميات صغيرة كده للاستخدام اليومي. او ممكن منظمات برضو لأي حاجة عندك في المطبخ زي الفكرة اللي بعدها دي. ممكن فكرة تانية خالص تتحط في الحمام كده، تحطي ورد وتحطي في الناحية التانية مثلا فوط، او في اي مكان في اوضة الاولاد. بجد هتلاقي لها الف استخدام وشكلها جميل جدا وموفرة في المكان وهتنجز معاكي جدا. وفكرة اصلا ما كلفتناش حاجة، واحنا عارفين المنظمات اللي بالشكل ده دلوقتي اسعارها عليت جدا. بصوا عملناها من ما فيش وبخامات تقريبا معظمها من البيت، ملابس قديمة مثلا او اي قماش عندك، والقارورة والعصيان. انت فعلا هتشتري حاجات، بس هتشتري حاجات بسيطة اوي للفكرة. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، وان شاء الله بفكر لكم دايما في افكار تكون موفرة في الفلوس ومفيدة. وان شاء الله القاكم على خير في الفكرة الجاية، ومستنية ارائكم الجميلة في الكومنتات. ومع الف سلامة.